السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة واحدة مش حابة تقول اسمها وانا هحترم رغبتها. قصة النهاردة بحتة بتقولي ان هي متجوزة في بيت عيلة، وقاعدة وليها شقة لوحدها. يعني هي متجوزة وقاعدة في شقتها، ومعاها سلفتها في نفس البيت اللي هي متجوزة فيه، بس في شقتها برضو، يعني بيت عيلة، وكل واحدة في الشقة بتاعتها. بس بتقول ان بتقضي يومها كله عند حماتها، هي وسلفتها. هي وسلفتها بينزلوا الاتنين بيقضوا اليوم عند حماتها تحت. بمعنى بتقول بنقوم الصبح كل واحدة بتفطر في شقتها، وبعد ما بتفطر بتروق شقتها والكلام دوت، بتنزل تحت عند حماتها، تبدأ برضو تروق الشقة لحماتها. وبعد كده بيشوفوا ايه اللي مطلوب هي وسلفتها. غدا بقى يجهزوا غدا، في حاجة بتتعمل، ترويق بيت، غسيل، اللي هي شؤون البيت لحماتها وحماها. بس سلفتها تبقى من العيلة، من عيلة جوزها. يعني الست اللي بحتة بتحكي القصة بتاعتها بتقول سلفتي تبقى بنت، يعني تقول لحماتها يا عمتي، تبقى اللي في البيت تبقى عمتها. يعني متجوزة ابن عمتها، سلفتها متجوزة ابن عمتها. بتقول هي لسه عروسة. صاحبة القصة بتقول ان هي اعتبر لسه عروسة، بتقول ليا 7 شهور. بتقول من بعد جوازي على طول بشهر كده او ب20 يوم، انا عارفة من ساعة ما اتجوزت او من قبل ما هتجوز ان انا يعتبر حياتي هتبقى تحت عند حماتي تحت. يعني هطلع مثلا خلصت حاجتي عند حماتي، هنطلع على النوم بس، ولا هو تقوم الصبح برضو تفطر وتنزل عند حماتها. يعني يعتبر اليوم كله بتقضيه عند حماتها تحت، هي وجوزها. وسلفتها نفس النظام، برضو بتقضي حياتها تحت عند حماتها اللي هي تبقى عمتها، هي وجوزها وبنتها. سلفتها معاها بنت بتقول عندها 1 سنة، ومعاها ولد عنده 4 سنين. سلفتها بتقول بنزل الاقي سلفتي تحت او بتنزل بعدية. بتقول المفروض الشقة هتتروق، بنروقها مع بعض، في غسيل انا بغسل، هي بتعمل حاجة تانية. واحدة بتشوف مثلا، لو واحدة هتعمل الاكل، التانية مثلا بتغسل مواعين، الكلام ده اللي هو بعد الغدا وكده. يا اما ايديهم في ايدين بعض. بتقول يا اما بنعمل الاكل مع بعض، يا اما كل واحدة فينا بتعمل حاجة. ده مين؟ ده صاحبة القصة. بتقول سلفتي كانت كويسة معايا، يعني قعدت بتقول كويسة معاها حوالي 2 شهر، اللي هي على ما خدت على المكان والكلام ده. بتقول قعدت كويسة معايا حوالي 2 شهر، ايدها بايدي، نعمل الحاجة مع بعض، نغسل مع بعض، هي تغسل انا انشر، هي تروق الشقة، نغسل مواعين، الاكل نعمله مع بعض، نساعد بعضينا. خلاص انا عملت الاكل هي تغسل مواعين، هي عملت الاكل انا اغسل مواعين، الكلام ده. بتقول يعني كنا مظبطين نفسنا وكويسين قوي مع بعض. ده صاحبة القصة ايه بتقول كده. بتقول بقى بدأت ايه تظهر بقى حاجات غريبة. بتقول قبل الشهرين دولت، بتقول يعني في خلال الشهرين دول ما كانش بيحصل الكلام ده، اللي هي ايه اللي انا هحكي لكم عليه. بتقول الطبيعي ان جوزها، صاحبة القصة بتقول انا جوزي بيخلص شغل بيجي على الساعة حوالي 3:30 4. ده صاحبة القصة جوزها بيخلص شغل على 3:30 4. طبعا بيروح فين؟ بيطلع على بيت مامته، يعني بيروح عند مامته، بتكون طبعا ايه هي موجودة هناك. بتقول سلفها
اخو جوزها بيخلص شغل على الساعة، يعني بيكون في البيت على 5:30. ده ايه اخو جوزها. بتقول انا لما جوزي بيجي بيدخل يقعد 10 دقايق ولا ربع ساعة، وبعد كده بيدخل ينام لحد اخوه ما يجي من بره ونتغدى كلنا مع بعض. يدخل ينام ساعة، ساعة ونص لحد اخوه ما بيجي. بتقول بقى انها بتكون في المطبخ. ده الكلام ده بقى حصل بعد ايه، بتقول بقى بعد ما خدنا على بعض شهرين كده، وكانت سلفتها كويسة معاها والكلام ده. بتقول بقى بعد كده ادخل المطبخ اعمل الاكل مثلا. بتقول المفروض انا بعمل حاجة وسلفتي بتعمل حاجة، لا الاقي بقى سلفتي البت ايه بتعيط. بنتها عندها اقل من سنة، عندها حوالي 9 شهور. بتقول تلاقيها بتعيط، يعني المفروض هي مثلا تخش تعمل الاكل مع سلفتها اللي هي ام العيال اللي هي معاها الولد والبنت. بتقول لا، المفروض بدل ما يعني انا داخله اعمل الاكل هي تخش تساعدنا وتخش تعمل اي حاجه معايا. بتقول بلاقيها شايله بنتها والبنت عماله بتعيط. اقول لها خلاص عادي مفيش مشاكل، شيلي بنتك وشوفها هي عايزه ايه. بتقول تفضل شايله بنتها لحد ما اخلص الحاجه اللي في ايدي. المفروض بقى ان هي تيجي تساعدني في اي حاجه تانية. وتقول على ما تيجي داخله ابص الاقي برضه البنت بتعيط. الله خلاص شيليها مفيش مشاكل. بتقول قعدنا على الحال دوت حوالي بتاع اسبوع كده و10 ايام، انها كل ما تقعد تعمل معايا حاجه البنت بتعيط. مش عارفه ما بتعملش حاجه معايا، انا شايله كل حاجه لوحدي. بقيت بقى شايله كل حاجه من وحدي، غسيل بقى، ترويق شقه، مسيح، غسل مواعين، طبيخ، الكلام ده. ليه؟ علشان بنتها على طول بتعيط وهي شايلاها. بتقول بعد كده انا قلت لها طب خلاص احنا نعمل انا يوم وانت يوم، انا اشيل البيت يوم وانت تشيليه يوم. قالت لها طب خلاص ماشي. بتقول في اليوم بتاعي انا بعمل كل حاجه، ما بستناش بقى تيجي تعمل حاجه معايا، عشان احنا قسمنا شغل البيت، انا يوم وهي يوم. بتقول بقى اليوم بتاعها هي المفروض بقى ان هي بقى هتعمل بقى تروق بقى ولا الكلام ده. بتقول بسيبها بقى بصراحه، البنت عيطت ما عيطتش انا بسيبها ايه تعمل بقى تروق. بتقول بقى نيجي للاكل بقى، المفروض بقى ان هي تخش تعمل الاكل وبعد كده تغسل مواعينها زي ما انا بعمل. قالت لي البنت تبقى ساكته. وبتقول مع انها هي بتروق الشقه وبتنظف والكلام ده برضو البنت ساكته، تديلها اي حاجه تلعب بيها، تاكلها، تنيمها. البنت بقت ساكته دلوقتي، مبقاش عايز زي الاول. تقول بقى نيجي بقى نخش نعمل الاكل بقى، البنت بقى تعيط بقى، يركبها 100 عفريت. تقول ما تعرفيش زي ما اكون نحله وقرصتها. طبعا ده ميعاد اكل وفيه ناس جايه من بره تعبانه وعايزه تتغدى. طبعا انا مش هفضل قاعده، صاحبه القصه بتقول طبعا مش هفضل قاعده، هي وشايله بنتها معاها عذرها. طب وانا ميعاد خلاص الغدا، المفروض ميعاد الغدا جه ان احنا نحضر الغدا، هفضل قاعده؟ بتقول انا بخش اعمل الغدا وبعد كده اغسل المواعين. هي ما قامتش غسلتها، انا بقوم اغسلها وبقول يا بنت معلش. بتقول بقيت انا على الحال ده، ان هي بقى خلاص اتعودت ان هي طول النهار بقى تروق الشقه لحماتي والكلام ده، وانا اخش اعمل الغدا، لانها كل ما يجي ميعاد الغدا البنت ما بتسكتش بتقعد تعيط وهي شايلاها، وانا بقول معلش بكبر دماغي. بتقولت بعد كده الاقي نفسي في المطبخ بعمل الاكل والاقي البنت ما بتعيطش. مين اللي شايلاها؟ جدتها شايلاها، حماتي شايله بنت ابنها اللي هي البنت اللي على طول بتعيط. ابص على سلفتي اشوفها هي فين، ما لاقيهاش. الاقيها فين؟ عند جوزي جوه في اوضه النوم بتاعته، اللي كانت اوضه النوم بتاعته قبل الجواز. برضو ما زالت موجوده الاوضه زي ما هي بكل حاجه فيها، سريرها، دولابها، بحاجتها. جوزي لما بيجي بالشغل بدل ما بيطلع فوق الدور الرابع بيخش يريح فيها وينام. بتقول اتفاجئ ان هي عند جوزي جوه، اخش الاقيها واقفه جنبه، قاعده جنبه. ايه بتعملي ايه؟ ده انا بصحيه. بتصحيه؟ تقول له عشان يقوم يتغدى. والله طيب ماشي، واسيبها واجي ماشيه طالعه من الاوضه خالص. بتقول بصراحه بطلع بدم محروق، بخرج من الاوضه ودم محروق. قلت له جوزي بيبقى نايم براحته، فلنا قط شورت الكلام ده. قلت له الموضوع ده هيتكرر كذا مره،
ابقى في المطبخ، تبقى المفروض ان هي تخش تعمل الاكل. قالت لي كده خلاص بقى انا بقيت انا اللي اعمل الاكل يوماتي. صاحبه القصه بتقول الاكل ده بقى يوماتي، مسؤوليتي انا، لان هي طبعا بتيجي داخله المطبخ بنتها بتعيط. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل للبنت وهي داخله المطبخ بصراحه. انا بتقول لي انا بحس ان في نحله بتقرصها، زي ما تكون بتعرف ان امها داخله المطبخ تعمل حاجه تلاقي البنت على صرخه واحده. قالت لي خلاص بقى تكبر دماغي، ومحطتش في دماغي. بتقول بقى بقت يومات على كده، خلاص هي كبرت دماغها من حته ان هي تعمل معايا الاكل او تساعدنا او تعمل هي حتى لوحدها والكلام ده. وانا ايه، ما بقتش اتكلم، على طول شايله البنت. ولما الاقي البنت انا ساكته اقول البنت نامت، تيجي تعمل معايا حاجه ولا تقف جنبي ولا الكلام ده، تشوفني مثلا تساعدني في اي حاجه جنبيه، مثلا مواعين تغسلها او الكلام ده، يعني خف عن نفسنا شويه، مواعين بعد الغدا وكده. بتقول الاقي البنت يا اما نايمه يا اما حماتي شايلاها، وهي برضو ايه في اوضه النوم عند جوزي جوه. وبعدين برضو اخش الاقيها قاعده جنبه، مره تبقى واقفه مره قاعده، الكلام ده. جيت بصراحه، بتقول جيت ما خلاص ما قدرتش استحمل. بقول لها هو ايه، هو بقت شغلتك ان انت تخش كل يوم تصحيه من النوم؟ بتقول قلت لسلفتي خلاص ما قدرتش استحمل. بتقول فقدت اعصابي. بتقول دخلت لقيتها قاعده جنبه على السرير. بقول لها ايه، هي بقت شغلتك كل يوم ان انت تدخلي تصحيه؟ قالت لها اه ابن خالي وبصحيه، ابن عمته وبصحيه. قالت لها ابن عمتك وبتصحيه؟ قالت لها اه. بتقول رحت رديت عليها قلت لها طب ما ابن عمتك مراته تصحيه، طب ما انا اصحيه انت تصحيه ليه؟ بتقول راحت رد عليا وقالت لي عادي، انا طول عمري متعوده ان انا بصحيه لما يكون نايم. ده مين؟ ده سلفتها. بتقولي اتضايقت ورحت خارجه من الاوضه وقلت لها طيب والله براحتك، صحيه براحتك. قلت له خرجت من الاوضه. طول جيت بعد كده عادي، عديت اليوم ما اتكلمتش ما نكدتش ما عملتش حاجه. طلعت فوق شقتي، فبقول لجوزي هو ينفع ان هي كل يوم، بتقول ما كنتش بتكلم في الاول، بتقول بس لقيت الموضوع بقى زاد عن حده. يعني انا جوزي نايم براحته، لابس شورت لابس قط لابس الكلام دوت، واحنا في الحر وعز الحر، وانت ليه دخلك عند ما كل واحد بيبقى نايم براحته؟ بتقولي اتضايقت. طب ما هو انا موجوده، طب ما مراته الصحيه، طب ما انا موجوده. هي بتقولي طب ما انا موجوده، طب ما انا مراته انا صحيها انا، هو انا اقدر اخش على جوزها واصحيه؟ ما ينفعش طبعا. اكلمها تقول لي ابن عمتي وبصحيه، ابن عمتي ومتعوده بصحيه على طول. بتقول سكت. بتقول جيت بالليل كلمت جوزي بقول له هو ينفع كل يوم مرات اخوك اخش الاقيها يا اما واقفه يا اما قاعده جنبك على السرير وبتصحيك؟ فراح قال لي عادي يا بنتي، ده بنت خالي، المشكله يعني؟ قلت له بنت خالك؟ قال لي اه عادي بنت خالي. بتقول رحت رد على جوزي بقول له طب والله ما شاء الله، هي تقول لي ده ابن عمتي انت تقول لي ده بنت خالي، هو في ايه؟ هو مش المفروض ان انا مراتك انا اصحيك؟ هو انا اقدر ادخل على اخوك وهو نايم واصحيه واقول ما هو اخو جوزي؟ بتقول انا قلت لجوزي كده. راح قال لي طب انا اعمل لها ايه، هي بتيجي تصحيني، طب انا ذنبي ايه؟ بتقول سكت، ما ردتش عليه برضو. بتقول جه الموضوع برضو يوميتي بتكرر، يعني انا قلت خلاص يا مش هتعمل كده تاني بعد انا ما كلمتها. بتقول لقيت برضو الموضوع بيتكرر. برضو اتدخلت لقيتها قاعده جنب جوزي وعماله تشده من شعره وتقول له يلا قوم بقى يلا مش عارفه ايه الكلام ده، وعماله تضحك وتهزر معاه. قلت له والله هجيب عليك ميه ورشها مش عارفه ايه. يعني الموضوع ما عجبنيش، اللي هو ايه ده. قلت له انا سامعاها بتقول له هتقوم ولا اجيب ميه عليك وارشها، ودخلت لقيتها بتشده من شعره وتقول دم اتحرق. هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني الموضوع زاد عن حده. راحت بتقول لها هترش ميه على مين؟ بتقول لي رحت قلت لها انت هترش ميه على مين؟ قالت لي ارش ميه عليه مش عايز يقوم معايا، عماله اصحيه مش عايز يقوم معايا. بتقول لها بتشديه من شعره ليه كده؟ قالت لها عشان يقوم، ما انا بصحيه ومش عايز يقوم. قالت لها خلاص مش عايز يقوم معاك انا صحيه انا يقوم معايا انا.
بتقول راحت قالت لها هو يقوم معاك انت وانا لا؟ مش هيقوم مع بنت خاله؟ بتقول رحت قايله لها هو انا يعني ينفع ان انا اخش اصحي جوزك من النوم؟ قالت لها عايزه اصحيه ابقى صحيه، بس انا جوزي ما بينامش بالنهار، انا جوزي بيجي من الشغل على الغدا ما بينامش. بتقول رحت مكلمه جوزي تاني جوزي، بتقول جوزي قال لي طب انا اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ انا هحرجها؟ هقول لها ايه؟ انت كلمتيها؟ هو بيقول لها طب ما انت كلمتيها، انا سامعه كنت بتكلميها. بتقول لها وانا ينفع اخش على جوزك؟ قالت لي كان جوزها ما بينامش بالنهار يعني انت مكلماها. بتقول رحت رد على جوزي قلت له اه انا كلمتها بدل المره كذا مره، بس مرات اخوك بارده وانا الحال ده ما يعجبنيش، ما ينفعش ان هي كل يوم تخش الصحيح، يا اما واقفه جنبك يا اما قاعده جنبك. ما ما اعرفش انا الكلام ده. ومره تشدك من شعرك، مره تقولك ارش عليك ميه، هو في ايه؟ راح قال لها هي ممكن واخده الموضوع عادي عشان ان ابن خالها ولا حاجه، فهي واخده الموضوع عادي يعني. هي بنت خالي، فهي واخده الموضوع عادي عشان هي كانت متعوده على كده كمان قبل الجواز. يعني هو بيقول لمراته عشان هي كمان كانت متعوده على كده قبل الجواز. راحت مراته رد عليه قالت له قبل الجواز حاجه ودلوقتي حاجه، يعني المفروض خلاص اللي كان بيحصل في الاول ده ما يحصلش دلوقتي. يعني الاول ما كانش معاك ست او زوجه ان هي تصحيك، دلوقتي لا انا موجوده. راح قال لها والله انا مش عارفه اقول لها ايه، انا عن نفسي انا ببقى متضايق لان انا ببقى نايم براحتي، انا مش عارفه اقول لها ايه. ما بتقول لي لقيت جوزي بيقول لي يعني انا الاول ما كنتش ببقى كده، يعني كنت ببقى لابس ببقى نايم مثلا بقط او بتيشيرت بنص ولا حاجه، ولابس شروال او لابس بنطلون. دلوقتي انا ببقى نايم براحتي عشان ببقى بقول ان انت هتخش تصحيني ولا حاجه، او الكلام ده برضو ما حطش في دماغي ان هي هتيجي برضو تصحيني وكده. بتقول سكتت، ما بقتش عارفه تعمل ايه، لا الكلام نافع مع جوزها ولا الكلام نافع مع سلفتها. بتقول قلت اقول لحماتي، فبتقول قلت لها، بتقول رحت لحماتي وقلت لها، قلت لها هو ينفع ان سلفتي تدخل كل يوم تصحي جوزي وانا موجوده؟ طب الاول كانت بتصحيه ما كانش معاها مراته، ما كناش لسه اتجوزنا، لكن اللي كان بينفع الاول يا ماما ما ينفعش دلوقتي. هي بتقول لحماتها. راحت حماتها التانية ردت عليها، بتقول ردت عليا برضو رد صدمني، قالت لها يا بنت عادي، ده بنت اخويا، يعني انا ابقى عمتها وهو ابن عمتها عادي يعني، ما كده كده كانت بتصحيه من قبل ما يتجوز، ما هي لها كام سنة بتصحيه، لها 5 سنين بتصحيه. ده حماتها اللي بتقول لها كده، بتقول لصاحبة القصة كده، بتقول رد حماتي صدمني، متوقعة منها ان هي تقولي لا طبعا ما ينفعش انت موجودة الاول، ما كانش ليه واحدة ست او ليه زوجة الكلام دوت، هي فعلا المفروض ما تخش تصحيه كده. بتقول لي ايد حماتي رد عليا صدمني، اللي هي بتقول لي يا بنت عادي، ما انا عمتها يعني هو ابن عمتها، وهي واخدة على كده متعودة على كده من قبل ما يتجوز. بتقول لي خلاص ما بقتش لاقي حاجة تانية اقولها. بتقول لي سمحت رد حماتي ما ردتش عليها، سكت، ما هرد عليها اقول لها ايه؟ بتقول لي انا سكت، ما لقيتش كلمه اقولها لها، ما لقيتش ارد على لحماتي بيها. بتقول لي حسيت ان انا اتلجمت. ايه ده؟ ما هو انا عمتها، ما هو ابن عمتها، ما هي تبقى بنت خاله، بس ما ينفعش. بتقول لي خلتني بتكلم نفسي. هي دلوقتي بحتة بتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه، يعني اعمل مشكله مع جوزي ومع سلفتي ومع حماتي، اللي هو بتقول انا مش قادره استحمل الوضع ده، بتقول الوضع ده تعبني وانا مش قادره استحمله، ان انا كل يوم ابقى في نفس الموضوع، ابقى في نفس القصة، ان انا ابقى في المطبخ تخش الصحي حتى لو ما بعملش حاجة. بتقول حتى لو مش لو انا مش بعمل حاجة، لو انا بعمل اي حاجة بسيطة او مشغولة في اي حاجة، بتقول لها بص الاقيها جريت عليه وداخلة الصحي. هو ايه ده؟ بتقول لي انا مش مستحملة ان انا ابقى
اخش الاقيها قاعده جنب جوزي عمال ازق فيه، تشده من شعره، ارش عليك ميه، هتقوم ولا لا. بتقول لي انا مش مستحمله الوضع ده، حتى لو كان ده كان بيحصل قبل الجواز يعني هقول ماشي، كنت متعوده على كده قبل انا ما اتجوز او قبل احنا الاتنين ما نتجوز، بس هو دلوقتي خلاص انا بقيت مراته، يعني انا اللي من حقي اخش عليه، انا اللي من حقي اصحيه، واحد ونايم براحته الكلام ده ايه اللي دخلك عليه. تقول لي حتى جوزي لما قعدت بكلمه وقال لي انا الاول ما كنتش بنام كده، انا كنت ببقى نايم لابس تيشيرت بنص، لابس شروال، لابس بنطلون الكلام ده. يعني حتى جوزي، بتقول جوزها قال لها انا ما كنتش ببقى نايم براحتي كده بصراحه، انا كنت ببقى عامل حسابي ولابس، يعني مش لابس خفيف كده. تقول لها انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، اعمل مشكله مع جوزي ولا مع حماتي ولا معاها ولا اعمل مشكله مع الكل ولا اعمل ايه بالظبط. والله وانا كمان مش عارفه اقولك تعملي ايه، لان الوضع كله غلط. اول حاجه الغلط من حماتك اللي هي تبقى عمة سلفتك، الغلط من حماتك. حماتك المفروض من غير انتي ما تتكلمي يا صاحبه القصه وتقولي لسلفتك طب ما انا موجوده، طب انت تدخلي الصحيح ليه، طب ما هو انا المفروض اللي اخش الصحيح الكلام ده. حماتك كانت من اول مره او من تاني مره لقيتها دخلت وانت موجوده زي ما بتقولي في نفس البيت اللي انت فيه او في نفس الشقه والكلام ده، يعني هي مش من حقها ان هي تخش عليه اصلا، حتى لو هو ابن عمتها ولا هي بنت خاله ولا الكلام ده، ده مش مبرر، مش مبرر ان هي تخش عليه اوضه النوم وهو نايم. انت موجوده، المفروض عمتها اللي هي حماتها كانت قالت لها لا، كانت شافتها دخلت مره دخلت اتنين، كانت قالت لها لا معلش. الاول كان الوضع عادي ان انت تدخلي الصحيح، ما كانش اتجوز ساعتها. دلوقتي بقى ليه مراته تدخل تصحيه، انت ما ينفعش ان انت تدخلي. على الاقل يعني مراعيه لشعورك انت، ان هي تراعي شعورك انت يا مرات الابن اللي هي صاحبه القصه. يعني المفروض حماتك وسلفتك يراعوا شعورك انت، حتى لو هم متعودين على كده، حتى لو هم واخدين الموضوع عادي، لو هم واخدين الموضوع ان هو ابن عمتها، هي تبقى بنت خاله والكلام ده، شايفين ان الموضوع بسيط والموضوع عادي. لا بس دلوقتي بقى ليه زوجة، نراعي شعورها نراعي احساسها، انت تصحيه ما تصحوش انت حرة. الغلط من حماتك في الاول، وتاني حاجة الغلط برضو من جوزك، مش هنقدر نقول لجوزك مش غلطان. جوزك خلاص لكن اشتكيت مرة واتنين ليه وقلت له الوضع مش عاجبني، يكلمها. هتقولي مش عايز يعمل مشكلة معاها، احنا بنقولش ان هو يعمل مشكلة مع مرات اخوه اللي هي تبقى بنت خاله، ما هي بنت خاله بقى مش عايز يزعلها، ما يعملش مشكلة مع مرات اخوه. يلاقيها دخلت عليه تصحيه بعد انت ما اشتكيتي مرة واتنين وتلاتة زي ما بتقولي ان انت تعبتي، وكل يوم بتطلعي تتكلمي في نفس الموضوع اللي هو الوضع مش عاجبني، اللي هو ينفع انا اصح اخوك وهو نايم. هو يقول لك ما يسطا متعوده على كده، ما هي بنت خالي، هي تقول لك ما انا بنت عمته مش عارفه ايه ولا ابن عمتي ولا الكلام ده. ما ينفعش، هو المفروض وقف عند حدها، مش لازم نزعل الناس مننا، يعني ما يزعلهاش، يجيبها لها كده بصنعة لطافة، يجيبها لها كده بالراحة بالذوق. لا خلاص انا دلوقتي ليا مراتي تصحيني يا ست، انا عايز مراتي تصحيني، انا عايز احس كده ان انا بقيت متجوز راجل متجوز كده، مراتي بتخش تصحيني وانا نايم، تقول لهم يا حبيبي اتغدى حاجه، يعني يجيب لها الموضوع كده ببساطه وبهزار، اللي هو ما يجرحهاش ما يزعلهاش في نفس الوقت، عشان خاطر هي بنت خاله ومرات اخوه، ونراعي شعورها برضو مع ان هي مش مراعيه شعورك في اي حاجه خالص، بس احنا مش هنعمل زيها. كلمها كده بالراحه تدخل كده الصحيح، يقول لها لا يا ست انا عايز مراتي تخش الصحيح، انا عايز كده احس ان انا راجل متجوز. ما احس ان انا متجوز ازاي، انا عايز عروسه تخش تصحيني، عايز مراتي تخش تصحيني، عايز مزتي تخش تصحيني. ليها 50 طريقه ان يجيب لها كده الموضوع كده بطريقه هاديه، ولا فيه زعل ولا فيه احراج، مفيش لا زعل للطرفين، ولا ليها ولا لجوزك ولا لحماتك ولا لاي حد. لا خلاص انا بقيت راجل متجوز دلوقتي، عايزه احس بقى ان انا معايا واحده بقى في البيت بقى بتصحيني بقى، انا عايزه احس يا ست باهتمام مراتي.
انا عايزه احس كده ان مراتي كده مهتميه بيا، تصحيني بقى، تقول لي قوم، ما تقوليش الكلام ده كده، يجيبها لها بالطريقه دي. تاني حاجه، في نقطه مهمه، اساسا غلط ان مرات اخوه تخش عليه وهو نايم وتصحيه، سواء قبل الجواز او بعد الجواز، الموضوع مرفوض. يعني ايه ان مرات اخوك تدخل تصحيك؟ انا بتكلم في نقطة معينة، سواء قبل الجواز او بعد الجواز. يعني ايه مرات اخوك تخش تصحيه؟ يعني قبل الجواز ما هو امه موجودة، الغدا اتعمل خلاص، ميعاد الغدا جه، الكلام ده ليه امه وابوه موجودين. ادخلي يا عمتي صحي فلان، ادخل يا عمي صحي فلان. مش تدخل هي عليه تقول له جوزها، ما جوزها خلاص بيكون رجع من الشغل هو كمان، يعني جوزها موجود، يعني جوزها موجود. انا بتكلم كمان على قبل الجواز، على قبل جواز ابن عمتها. عندك 3 في البيت، امه ابوه اخوه، اولى منك ان هم يدخلوا يصحوه. انت إيه اللي يخليك تخش على حد نايم تصحيه، تقول له قوم الغدا خلص او ما خلص؟ خلصت حاجتك، خلصت غداكي، خلصت عشاكي، خلصت اي حاجه المفروض ان هو يقوم عشانها. يا عمتي صحي فلان، يا عمي صحي فلان، تقولي لجوزك خش صحي اخوك. لكن انك انت تدخلي، طبعا مرفوض، غلط. يعني ايه واحده تخش على واحد نايم في الصيف بقى ولا في الشتاء؟ ما كل واحد بيبقى نايم براحته في اوضه نومه في سريره، كل واحد نايم براحته. يعني انا مش عارفه، جه يتجوز كمان نفس الحاجه بتتكرر. طب انت كان معاكي حجتك في الاول ان هو مش متجوز والكلام ده، جه كمان بعد الجواز. هو انت مهمتك او وظيفتك انك انت الصح اللي نايم، انك انت الصح ابن عمتك من النوم قبل ما يتجوز وبعد ما يتجوز؟ دي شغلانتك مثلا في البيت، ان انت ما بتعمليش حاجه خالص، يعني الاكل بطلت تعمليه، بطلت تساعديها في ترويق مطبخ، في اي حاجه. بقت شغلانتك خلاص ان انت تصحي بس اللي نايم. ولما سلفتك تكلمك تقول لها ما هو ابن عمتي. يعني ايه ابن عمتك؟ ابن عمتك خلاص بقى ليه زوجه، مع ان اصلا غلط من الاول زي ما قلت، ان انت اساسا تدخلي عليه سواء متجوز او مش متجوز. ودي غلطة حماتك في الاول، وغلطة جوزك برضو، انه جوزك برضو وافق على كده، ان هو بيشوفك بتخش الصحيح وهو نايم. برضو جوزك غلطان، كان قالك لا انا اصحيه، امه تصحيه، ابويا يصحيه، مينفعش انت تخش عليه حتى لو ابن عمتك. الواحدة بتبقى داخلة على ابنها وبتخبط عليه قبل ما بتدخل. يعني الام اللي هي الام اللي مخلفة ابنها وهي داخلة عليه كده بتخبط على باب اوضة النوم قبل ما بتخش، وهو ابنها. احنا بنعلم عيالنا ايه؟ تعلمي ابنك ولا بنتك ايه؟ ان الاخ قبل ما بيخش على اخته بيخبط عليها، الباب اللي مقفول او باب اوضه النوم، او حتى لو الباب مفتوح موارب اي حاجه، بيخبط كده خبطتين كده على الباب، عارفه ان هو داخل. البنت نفس الحكايه، بنعلم عيالنا قبل ما تخش على اخوكي على ابوكي تخبطي على الباب، على اي حد خبطي الاول على الباب. ده اللي احنا بنعلمه لعيالنا، وده اللي المفروض يحصل. معلش انا اسفه. يعني ده اللي احنا بنعلمه لعيالنا. العيل قبل ما يخش على ابوه على امه سواء ولد ولا بنت يخبط على الباب، يعرف اللي جوه ان هو داخل، سواء بقى مامته باباه اخوها اخته. ده اللي احنا بنعلمه لعيالنا. مش انت ما شاء الله واحده متجوزه مخلفه 2 وتقولي اصل ابن عمتي، وهو يقول اصل هي بنت خالي. الغلط عليك وعلى اللي في البيت. المفروض كانت عمتك لفتت نظرك، حتى لو كان الكلام ده بيحصل من الاول كانت عمتك لفتت نظرك، تراعي شعور الست اللي موجوده معاكي، اللي انت بتخش تصحي جوزها تقولك لا يا حبيبتي خلاص كده ما ينفعش، مراته تصحيه.
مع ان زي ما قلتلك الموضوع من الاول غلط. زي ما قلت الموضوع من الاول غلط، ان انت اساسا تدخل عليه. كل واحد بيبقى نايم براحته، مفيش حاجه اسمها انت تدخلي عليه تصحيه، حتى لو مراته مش موجوده بعد الجواز كمان. لو هي عند امها ولا في اي حته، هيتغدى يتعشى جوزك يدخل يصحيه، اخوه لو اخوه يعني يدخل يصحيه، ابوه يصحيه، امه تصحيه، لكن ما ينفعش ان انت تدخل عليه. وانا زي ما قلت لصاحبة القصة، جوزك يكلم بنت خاله بالراحة، يعرفها لا يا ست بقى خلاص انا بقيت راجل متجوز بقى، انا عايزه احس كده ان انا معايا مراتي بتصحيني مهتميه بيا كده، احس كده ان انا بقيت راجل متجوز اللي هي مراتي بتصحيني. الكلام ده ما نجرحش شعورها برضو، ما نضايقهاش بكلمه، مع ان هي ما راعتش شعورك برضو زي ما قلت، بس معلش جوزك كده يكلمها بالراحه ويعرفها خلاص بقى انت كتر خيرك اول حد كده، انا بقى ليا مرات بقى ايه، هي اللي تقوم بقى بالوظيفه بتاعتك انت دي، وربنا ان شاء الله يصلح لك الحال وما يجيبش حاجه وحشه بينك وبين جوزك ولا اي حد من اهل جوزك. وصلى على النبي حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. ما تنسونيش يا حبايبي باللايك والاشتراك عشان قناة الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.